السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نتطرق لموضوع جديد ومهم. نتمنى المشاهدة لهذا الفيديو للأخير لكي يستفيد كل مربي طيور الزنا والكناري. مرة ثانية نرحب بكل مربي وعشاق تربية طيور الزنا. الموضوع تاعنا اليوم وهي أهم المراحل التي تعيشها طيور الكناري والحسون في السنة أو الدورة السنوية التي يعيشها. قبل ما نتطرق بالتفصيل لأهم المراحل، اللي ما اشتركش في القناة، أحبابي وأصدقائي وعشاق وهواة مربي طيور الكناري والزنا، دعمونا القناة بزر جيم وتصل المعلومة للغير ويستفاد كل من يريد ذلك. بلا ما نطول عليكم، نتطرق لأهم المراحل التي تعيشها الطيور، خاصة طيور الكناري والحسون. أما بالنسبة لأهم هذه المراحل، وهي المرحلة الأولى وهي مرحلة غيار الريش، وهي أهم مرحلة. والمرحلة الثانية هي مرحلة الراحة. والمرحلة الثالثة هي مرحلة التجهيز. أما بالنسبة للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الإنتاج والتزاوج. إن معظم مربي طيور الكناري والحسون يهتمون بالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الإنتاج والتزاوج، وبذلك يهملون وينسون المراحل الأخرى. ولكن المراحل الأخرى هي القاعدة الأساسية لكي تكون مرحلة التزاوج والإنتاج في قمة الجودة. أحبائي محبي طيور الكناري والزنا، إذا تهاونت في مرحلة غيار الريش فإنك سوف تلقى عدة مشاكل في مرحلة الراحة، وإذا أهملت مرحلة الراحة سوف كذلك تتلقى مشاكل عديدة وكثيرة في مرحلة التجهيز، وكذلك مرحلة التجهيز إذا أهملتها سوف تلقى مشاكل عديدة وكثيرة في مرحلة الإنتاج. لذلك لا يجب التهاون مع كل مرحلة وإعطائها كل مرحلة ذات أهمية. وكذلك نتطرق متى تكون أول مرحلة، وبذلك نتطرق إلى كل المراحل. إن مرحلة غيار الريش وهي أول مرحلة، أو بما يسميها بعض طرح الريش، تكون من شهر 7 إلى شهر 9. أما مرحلة الراحة تكون هي المرحلة الثانية، تكون من شهر 10 وهو شهر أكتوبر لشهر 12 ديسمبر. أما بالنسبة لمرحلة التجهيز وتكون من شهر 1 إلى شهر 2، يعني من شهر جانفي إلى فيفري. أما مرحلة الإنتاج والتزاوج تكون من شهر 3 إلى شهر 6. ولكن يتساءل بعض البعض أن هذه المراحل وتتكون إن هذه المراحل في الحالة الطبيعية. أما في الحالة الغير الطبيعية والتي هي يؤثر عليها المربي، وذلك بتوفير ظروف مناسبة. ومن أهم هذه الظروف والعوامل التي يوفرها المربي على الطائر وهي كالتالي: مرحلة والعامل الأول هو درجة الحرارة. أما العامل الثاني هي الإضاءة. أما العامل الثالث هو التغذية. ومنه نستنتج أحبائي وأصدقائي أن كل من شاهد فيديو ورأى كل مربي يتكلم ويقول أنه عنده طيور جاهزة للتزاوج، وذلك في شهر أكتوبر حتى إلى شهر جانفي، عادي وممكن لا تستغرب ذلك، لأنه غير في الساعات البيولوجية للطائر، وذلك بزيادة عدد ساعات الإضاءة التي تدخل الطائر في الجهوزية، وكذلك زيادة درجة الحرارة بواسطة وسائل وحساسات متحكمة في درجة الحرارة.
هناك من يتساءل ويقول كيف ذلك؟ إن معظم طيور الكناري والحسون في الطبيعة تتزاوج وتعطي إنتاج في بداية الربيع إلى نهاية الصيف، أي من شهر مارس إلى شهر رجوان، لأن درجة الحرارة تكون معتدلة وترتفع تدريجيا، وبذلك تكون ملائمة للطائر لتزاوج الإنتاج. ولكن في شهر أكتوبر حتى إلى شهر جانفي تكون درجة الحرارة منخفضة، لا يمكن فيها التزاوج إلا بتوفير العوامل التي ذكرناها سابقا. وكذلك عامل الإضاءة، وهو المهم، يلعب دور كبير في ذلك. في الحالة الطبيعية، أي في شهر تزاوج الإنتاج، في الحالة الطبيعية الذي يكون من شهر مارس حتى شهر جوان تكون فيها الإضاءة كبيرة، حيث تقدر ب14 ساعة، مقارنة بالمرحلة التي تكون في فصل الشتاء والمقدرة ب10 ساعات. وبذلك وأخيرا نكون قد تطرقنا في موضوعنا اليوم إلى المراحل التي يمر بها الطائر في السنة، أي الدورة السنوية، وهي المراحل 4. نعود نتذكرها، وهي مرحلة غيار الريش أو السقاط، والمرحلة الثانية الراحة، والمرحلة الثالثة هي التجهيز، والمرحلة الرابعة هي التزاوج والإنتاج. وكذلك تطرقنا إلى وقت كل مرحلة والعوامل المؤثرة على ذلك. أحبائي وأصدقائي، نرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب فضلا وليس أمرا، لتصل المعلومة ويستفيد الجميع. إن شاء الله في الفيديو القادم سوف نتكلم على كل مرحلة على حدة وبالتفصيل. والآن نتذكر ونعاود نقول لكم شعار القناة، وهي هواية ومتعة ولكن اهتمام. لازم الإنسان يهتم بالطائر تاعه. وفي حلقة قادمة وفي فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.